السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم أو أكلة اليوم رائعة جدا، غادي تعجبكم إن شاء الله. جبت لكم هاد الطريقة ديال الرز بالطريقة الليبية، كيجي رائع جدا ولذيذ وبنين وما تياخدش الوقت، وكيعطي واحد النتيجة اللي لذيذة بزاف، وطريقة جديدة باش تاكلوا بها الرز وتحبوه لوليداتكم. غادي نديروا الرز المسقي أو الرز المسقي بحالو بحال الكسكسو، ولكن بالطريقة ديال الليبيين اللي كيكون أكثر من ممتاز ولذيذ وكيجي معلك. وكيف ما كتشوفوا النتيجه ان شاء الله غادي تسمنها انايا تعجبكم. وكتجيب الغنميه كتجي رائعه جدا مع الحمص مع الخضر لوليداتكم باش ياكلوا هذه الاكله المتكامله الغنيه بجميع الفيتامينات واللذيذه والرائعه جدا جدا جدا. اول حاجه كنختاروا دائما الرز المصري المكركب اللي تيكون فيه نشا بزاف. هذاك هو اللي كيجينا رائع لانه كيتشرب لنا جميع النكهات. اول حاجه كناخذوا كاس تقريبا كاس ديال الزيت. الا بغيتو ديروا الزيت البلديه معاه ماشي مشكل، وكديروا واحد 3 معالق ديال الطماطم صلصه مع معلقه صغيره ديال الهريسه اختياريه. وتنحاولوا نقليوها مزيان حتى كنحيدوا من هذيك النكهه ديال الحموضه والزفوره ديالها، باش كنقضيو على هذيك النكهه ديالها اللي ما زويناش. من بعد غادي ناخذ واحد البصله نشنفها ونخلطها معها ونشحرها شويه. من بعد عاد غادي نضيفوا الكميه ديال اللحم اللي نتوما كتكفاكم. غادي نضيف الحيمات اللي عندي، وغادي نحاول انني نقليهم مع هذيك البصله مع طماطم صلصه، ونخليهم حتى يتشحروا مزيان ويتقلوا مزيان. وغادي نضيف باقي المكونات حاجه بحاجه، تبعوا الفيديو للاخر. غادي نضيف مليحه، ونضيف التوابل اللي عندي. ضروري ما تخليو واحد 2 دقائق حتى ل3 ديال الدقائق وهي كتقلى هذيك الطماطم الصلصه مع البصل، وتحيد تفاعل النكهات مع بعضها، وكتعطينا واحد اللذه ديال البصل ملي كيتقلى كيعطينا ديك الحلاوه ديالو، فكيجي اكثر من رائع. هنا عندي البابريكا، عندي الخرقوم البلدي، الفلفل الاسود، القزبر كارم، وشويه ديال السكينجبير. وغادي نضيف هنا القرفه، انا نسيت ما ضفتهاش، غنضيف القرفه. وكنضيف واحد شويه تقريبا شي 5 الحبات ديال القرنفل، كتدقوهم وكديروهم معاهم هادو الاكله التوابل ديال الليبيين اللي كيديروها اللي كتسمى الحرارات. فغادي نقليهم مزيان. غادي نضيف الماء، طبعا ما ديروش الماء بزاف، ماشي بحال الكسكسو العادي. غادي نضيف هنا كيف ما شفتوا درت 3 الكيسان ديال الماء. غادي نضيف عليه الحمص وغادي نخليه يطيب. من بعد الرز غادي نقيه ونخلوه منقوع في الماء، نغسلو مزيان 5 حتى ل4 المرات، ونخليه منقوع في الماء لمده ديال ساعه. من بعد غادي نسلقو واحد نص سلقه. هنا هذه اختياريه لان هذه هي الطريقه ديالي ديال الرز ملي كنبخرو باش بسرعه كيطيب في 2 تفويرات. كيكون الرز عندي جاهز. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طاب واحد الدقيقه فقط غادي نصفيه، ما كنغسلو ما حتى شي حاجه، غادي نصفيه. وغادي نحطو في الكسكاس ونخليه يفور. طبعا الفوره الاولى غنخليه يفور، ماشي غير يفور نحيد عليه، لا كنخليه واحد 2 دقائق وهو داك البخار تيطلع فيه منها كيطيب وتيطيب في هذاك البخار ديالو. ماشي غير بحال الكسكسو تيفور واحد شويه وتنحيدو، لا غنخليه واحد الفتره. المهم بحال الطريقه ديال السفه، غير هذه ديال الرز، غير هذه انا طريقتي اللي كندير. من بعد ما خليته تبخر مزيان والفوره ديالو خدات واحد 2 دقائق، كنحركو وغادي في نفس البلاصه ما غاديش نحيدو، غنخليه تما في الكسكاس. وغادي نضيف عليه واحد الكميه بسيطه ديال الماء. كيف ما كتشوفوا راه كنرش غير رشه بسيطه ديال الماء، تقريبا شي 3 المعالق في كل رشه. وغادي نخليه تما ونحرك مزيان حتى كيتشرب هذاك الماء كله، لانه هو سخون ومع البخار بسرعه كيشرب هذاك الماء، وفي نفس الوقت ما تيعجنش ليا. غنخليه يفور واحد شويه، ومن بعد غادي نحيدو هذه الفوره الثانيه وصافي، وكيكون عندي جاهز. الحيمات راهم طابوا. الحمص شويه طاب. غادي نضيف الخضار اللي هو الجزر، البطاطس، والقرعه حمراء. هادو هما الخضار اللي درت. وغادي نضيف عليهم اختياريه هذه من عندي، كنضفت عليها طوماط سوريز اللي كتعطيني ديك النكهه، وعندي واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس وفلفله حاره. هادو هما الخضار اللي استعملت. صافي غادي نضيف شويه الماء، نضيف مليحه، نضيف بزيره، وغادي نسد عليه. ضروري ضروري كتراقبوا مره كتحركوا، لان الطماطم صلصه كتلصق لينا في القاع ديال الطنجره، فضروري تحركوا مره وتاكدوا. ولكن لاصوص كيف ما كتشوفوا دائما تيكون يعني واحد شويه مع الخضار، يعني ما تيكونش كثير، لان الرز ماشي بحال الكسكسو كيشرب لينا الماء، ولكن تيبقى محافظ على هذيك التعليكه. كيف ما غتشوفوا في المرحله الاخيره يعني القرعه قريبه طيب، باش غادي نفور التفويره الاخرى غناخذ، ما غاديش ندير في الماء، ولكن غنضيف الصوص ديال الطبخه ديالي تقريبا هنايا حتى كان نحاول نشربوا
في الروز يكون باقي سخون، يلاه حيدته من فوق التصفيره، وغادي نضيف عليه شويه الملحه ونحرك مزيان حتى يولي عندي الروز كله متلبس بهذيك الصلصه. في نفس الوقت راه كيتشرب النكهه ويتعطر بها، وفي نفس الوقت عوض ندير الماء كندير هاد الخلطه هذه، وكنضيف الصلصه حتى كياخذ الكفايه ديالو، كيولي ملبس كله باللون الاحمر ديال الصلصه. وغادي نضيفو يفور المده ديال تقريبا 2 دقائق، وغادي نسقيو مع بعضياتنا الكسكسو ديال الروز او الرز المسقي اللي تيجي لذيذ بزاف ورائع، وكيتحط بالنسبه لي بينا راه كيديروه في العزومات وفي الافراح وفي المناسبات الغاليه عليهم، لانه فعلا كيعطي واحد الطعم اكثر من رائع. بعد ما تسقيو كتدردروا عليه شويه ديال القرفه، وبالصحه والراحه.